هبدأ من ان اكتر واحد زعلني النهارده، لان احنا طلعنا بيه السما الفترة اللي فاتت، واتمنى ان ده كان يبقى داي اوف. ناصر منسي، انت اللي كان مميزك الفترة اللي فاتت ان انت بقيت تيم بلاير بتلعب الفرقة. انت النهارده عايز انت تجيب جون من اي حتة، حتى لو مدافع لازق فيك بتشوط في المدافع. فالنهارده ناصر منسي تقريبا مش موجود في المباراة. بيتزيرا، بيتزيرا انت يعني بتعمل مجهود، بتعمل ترانزيشنز كويسه، بتشد الفرقه وكل الكلام ده، ولكن النهارده في اقل مستوياتك. وبعد اذنك يعني انا عارف والله لا احنا بندوس عليك، بس يعني اصل هي في ماتشات مش هيجيلك فرص كتير. يعني الموضوع مش هيسمح لك بفرص كتيره عشان تاخد انفراد من نص الملعب وتتصرف بيه بالتصرف اللي انت تصرفته ده. كوره معدوله لك وسهله، كان ممكن تشوطها بدري شويه، كان ممكن تعلقها، كان ممكن تلعب للي جنبك. ناصر المنسي قرب منك زياده عن اللزوم، بدل ما يفتح لك ويدي لك اوبشن ان انت تديها له، بس انت مش هتديها له. انت داخل عشان تشوط. فالشوطه سيئه وفرصه سيئه ضاعت، اللي مش فاكر غيرها. يعني انا مش هقدر اقول على اي حاجه تانية فرصه. يعني الشوطات اللي اتشاطت سواء من سيف الجزيري او ناصر المنسي في الزحمه، الكلام ده كله دي مش فرص. دي مش حاجه ان احنا نبني عليها ونقول ان احنا عملنا اي شيء. النهارده احمد فتوح في الوينج الشمال انا ما حسيتش بيه خالص. خط النص، عبد الله السعيد. عبد الله بيعمل اللي يقدر عليه بلياقته البدنيه بكل حاجه، ولكن في تعليق صغير قوي على عبد الله السعيد. هو ايه اللي حصل للكره الثابته بتاعتك؟ ايه اللي حصل للكروس بتاعك؟ انت الكورنرات بتاعتك بقت بتيجي على رجل اللعيب اللي واقف على القريبه. ما هو ده مش منطقي. يعني انت لو انت عايز تقنعني ان انت بتبقى لاعبها قاصد، مستحيل. انت ما بقتش قادر توصلها. يعني الكرة ما بتوصلش ان هي تعدي الاولانيه حتى. والاولانيه مش بتطلع كمان من بالهيد مثلا، الكرة بتبقى جايه على رجل اللعيب اللي واقف على الاولانيه. ففي حاجه غلط. يشكر على المجهود، يشكر على البينالتي اللي جابه بذكاء شديد جدا الصراحه. هي ضربه جزاء، هي ضربه جزاء، لكن كان ممكن ان هي تتفوت لو الحكم